السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده زي ما احنا شايفين عجينة الفلافل أو الطعمية زي ما بتقولوا في بلدكم قولوا. احنا عندنا كاسكندرانية بنقول عليها ان هي فلافل. هنعمل مع بعض العجينة زي بتاعة المحلات بالظبط بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتشيلي أي هم علشان زي ما احنا عارفين في رمضان ده ممكن يوم كده نفطر نعمل فلافل محشية بسطرمة، نحشيها جبنة مثلثات، مع بتنجان بقى بخل وتوم. يعني نظبط كده سفرة حرشة علشان احنا زهقنا من الطبيخ بقى والاسماك والحاجات ديت. فهنعمل مع بعض عجينة الفلافل بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله ان شاء الله على قد ايدينا. هنبدأ مع بعض ونقول مقاديرنا ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا معايا هنا ده نص كيلو من الفول اللي هو بتاع الفلافل، فول البصاره ده انا جايباه غسلاه كويس قوي ونقعاه من قبلها بيوم. لازم تنقعيه من قبلها بيوم. ومعايا ملح ومعايا كزبره ناشفه، معايا بصلايه واحده على النص كيلو، معايا معلقه توم مفروم تقدري تستبدليها بفصوص توم لو متوفر عندك، ومعايا الكرات. اوعي تحطي حاجه غير الكرات، لو حطيتي خضره هتبقى وحشه جدا معاكي وهتبقى مش مظبوطه. تمام تمام. انا عن تجربه بقول لكم اعملوها بالكرات بس ما تحطيش اي خضره تانية. تمام. اول حاجه هنا انا هجيب الكبه بتاعتي وهنزل فيها بنص الكميه، ما تعمليش الكميه كلها. زي ما احنا شايفين كده مع بعض هنزل بالفول اللي انا نقعاه معاكم اهو نص الكميه. واحده واحده هتنزلي بنص الكميه من كل حاجه من الفول. ولازم الفول يبقى منقوع من قبلها بيوم علشان احنا مش هنحط له اي ميه خالص في الكبه واحنا بنفرمه. تمام. نزلت عليه بنص البصلايه، وبعدين هنزل عليه بمعلقه توم مفروم. تمام. وبعدين هنزل عليه بنص كميه الكرات اللي معايا. الكرات يعني انت زي ما انت شايفه عينيكي ميزانك، يعني تبقى حزمتين يعني حزمتين كده. تمام تمام. بصوا نزلت بنص الكميه اهو معاكم. وبعدين هنزل بمعلقه من الملح ومعلقه من الكزبره الناشفه. ما تحطيش اي توابل تانية على الفلافل علشان مش هتبقى حلوه. واوعي تحطي عليها كربوناتو. تمام. انا بقول لكم اهو اوعي تحطي عليها كربوناتو. الكربوناتو هتخليها تفرش ومش هتبقى مظبوطه خالص معاكي وانتي بتعمليها بتقليها في الزيت. بصوا انا نزلت بالملح وهنزل بالكزبره وحطيت بقى الكرات بتاعي ومعلقه الثوم المفروم ونص البصلايه ونص كميه الفول. زي ما احنا شايفين هفرمها طبعا كويس من غير اي اضافه اي ميه. خليكي فروميها واحده واحده من غير ما تضيفي اي ميه. لو ضفتي ميه هتبقى سايله منك ومش هتبقى مظبوطه خالص خالص معاكي. بصي انا بصوا طبعا كده لسه خشنه، لازم هسيبها تاني لغايه اما تتفرم وتنعم معايا خالص، وهرجع اوريكم شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. بصوا ده الشكل اللي انا عايزه اوصل له. انا فضلت افرمها في الكبه من غير اي ميه ولا اي سوائل لان انتي نقع الفول بصوره من قبلها بيوم، فده هيسهل عليكي فرمها. لكن لو حطيتي اي اضافات من الميه هتبقى مش مظبوطه معاكي. بصوا شكلها عامل ازاي. لو حطيتي خضره هتغمق وهتبقى مش حلوه خالص، مش زي بتاعه الراجل اللي انت بتشتريها منه او المحل. تمام. بصي طبعا بقى انت بتحطي كميتك على حسب استهلاكك. حطي في الكيس على قد ما بتستخدمي وجبتك. يعني خلي الكيس على قد الوجبة علشان يعني ما يفتش منه. يا دوبك تطلعي الكيس يفك من غير اي اضافات، لا تحطي ملح ولا تحطي اي حاجة. هتطلعي الكيس يفك وهيبقى معاكي مظبوط جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم النص كيلو دوت عمل لي كميه كويسه جدا. عايزه اقول لكم موفر جدا. كفايه بقى ان هو نضيف وهتقليه في زيت نضيف. طبعا احنا عارفين ان انت لازم تخرجي الهواء خالص من اي حاجه بتفرزيها علشان طبعا ما ياخدش ما يبص منك، وكمان ما ياخدش مكان في الفريزر. وطريقه قفله الكيس دي مش بتاخد اي خالص مكان في الفريزر. لو انت ما عندكيش مكان او مش متوفر معاكي دي في فريزر، الطريقه دي حلوه جدا ومش بتاخد معاكي اي مكان. زي ما احنا شايفين بصوا انا هكمل الكميه كلها بنفس الشكل دوت. طبعا بصوا النص كيلو عمل لي الكميه اللي احنا شايفينها دي كلها. انا طبعا خرجت الهواء كويس، حطيت الكيس على قد الوجبه ما تزوديش علشان يا دوبك تطلعيه تسيبيه يفك. ما تحطلوش اي توابل، ما تكتريش اي توابل غير الملح والكزبره الناشفه. ما تحطيش اي خضره غير الكرات زي ما احنا شايفين. لو مش متوفر عندك فصوص الثوم بتحطي ثوم مفروم. ما توقفيش نفسك على اي حاجه. بصوا انا هنا كنت خلصت الكميه بتاعتي، عملت لي كميه كويسه بسيطه وموفره وعلى قد ايديا اهو. يا رب كده تكون وصيتي خفيفه على قلبكم.
وعجبتكم واكون بقدر افيدكم ولو بمعلومة صغيرة. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.